البنك الأهلي المصري وبنك مصر قرروا رفع أسعار الفايدة من جديد والمنافسة من جديد بين البنك الأهلي وبنك مصر وإصدار أعلى العوائد وأقل مدة. تعال نشوف التفاصيل الجديدة، بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش شارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. البنك الأهلي المصري يعاود المنافسة من جديد مع بنك مصر وبيبدأوا برفع أسعار الفايدة، وده بعد قرار رفع أسعار الفايدة من أشد منافسين للبنك الأهلي وهو طبعا بنك مصر اللي قرر رفع أسعار الفايدة وإصدار ودائع مختلفة. الودائع دي لمدة 6 شهور وأيضا 9 شهور، لكن الودائع دي بتصدر بأعلى عائد. فبنك مصر أعلن على صفحته الرسمية عن إصدار عائد لمدة 6 شهور وأيضا 9 شهور، ودي وديعة بتصدر بالجنيه المصري. الوديعة 6 شهور معدلات العائد عليها ثابت طول فترة الوديعة، ولكن الوديعة 6 شهور العائد بيصرف عليها في نهاية المدة، ويمكنك استرداد الوديعة قبل نهاية مدتها وفقا لقواعد الاسترداد بالبنك، وكمان يمكنك الاقتراض بضمان الوديعة. العائد على الوديعة 6 شهور وصل فيه 22%. الوديعة التانية وهي وديعة تم إصدارها ببنك مصر وهي 9 شهور، معدل العائد فيها ثابت طول مدة الوديعة. يصرف العائد هنا على 9 شهور شهريا. يمكنك استرداد الوديعة قبل موعدها وفقا لقواعد الاسترداد، ويمكن الاقتراض بضمان الوديعة. ويصرف العائد هنا شهريا. اسم الوديعة هي وديعة فليكس 6 شهور أو 9 شهور. انتظر منا الشهادات الجديدة وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك للفيديو.